وبكده اكون خلصت معاكم الرز المعمر، وهقول لكم في الفيديو دوت ازاي الرز المعمر بيطلع وشه عامل كده من غير فرن فلاحي ولا حاجه، وبيبقى بالشكل ده وطعمه جميل جدا، والدسامه اللي فيه حلوه قوي عشان معمول بالزبده وبالقشطه بتاعه اللبن. وهنا كمان عملت شويه كده من القوانص بالفلفل الالوان والبصل بطريقه خفيفه جدا وهتعجبكم ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وبألف هنا وشفا. تعالوا نشوف الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهاردة القوانص بالبصل والفلفل. أنا بجيب القوانص وبنضفها كويس جدا وبسلقها سلق كامل. يعني بصوا القوانص هنا عندي عاملة ازاي، مسلوقة خالص بالشكل ده. وعندي هنا فلفل وعندي بصل. هقطع بقى كل الحاجات الحلوة دي وتعالوا نشوف هنعمل ايه. هنا قطعت القوانص بتاعتي بالشكل ده، قطعتها قطع صغيره بحيث انها بتتاكل مع الرز، ما تحاوليش ان انت تقطعيها، تاكليها على طول بالمعلقه. وعندي هنا البصل وعندي هنا الفلفل الالوان. حطيت طاسه على النار او حله او اي حاجه انت حباها وتحطي فيها اي ماده زيتيه، بس الافضل انك تحطي سنه زيت بسيطه بحيث ان القوانص منزله سنه كده من السمنه، فعشان ما يبقاش الاكل تقيل عليكي. تحطي كده حبه من الملح، هتنزلي بالبصله تاخد معاكي بس تشويحتين. عندي هنا البصل اخد تشويحه كده، هنزل بالفلفل الالوان برضو هياخد تشويحه واحده بس. هننزل هنا بقى بالقوانص بتاعتي المسلوقه ومقطعه قطع صغيره. عندي هنا بعد طبعا ما خدت تشويحتين كده مع البصل والفلفل، هنزل عندي بالبهارات بتاعتي، ملح وفلفل، معلقه كمون ومعلقه كزبره ناشفه وواحده ماجي لو حابه. هنا هنديها تقليبه واحده بس تغلي غلوه، وخلاص كده عندي القوانص بالبصل والفلفل جاهزه. لو حابه ان القوانص بتاعتك يبقى فيها صوص، حطي شويه ميه سخنه عليها وتاخد غلوه وكده تمام. اما لو حباها انها تبقى ما فيهاش صوص ما تحطيش الميه. في ناس بتحب تعملها سندوتشات كده، وفي ناس بتحب تحشي بيها المكرونات بالطريقه دي. تاخد كده بقى غلوه وخلاص كده عندي القوانص جاهزه. عشان نعمل الرز المعمر بالشكل اللي انتوا عارفينه، اللي لونه بيبقى جميل كده ومن فوق فيه وش حلو كده، عندي هنا الرز هحطه في قلب الصينيه واحط عليه شويه كده من الملح، وعندي كمان هنا لبن يكون مغلي ولسه سخن، وهنزل بيه كده على الرز بتاعي كده. نقلبه بالشكل ده، ما تخليش الرز معاكي يبقى عالي قوي، يعني خلي القطعه تبقى مناسبه، مش عاليه قوي ولا خفيفه قوي بالشكل ده. وعلى الوش عندي هنا القشطه اللي انا شلتها من على اللبن احطها كده، وهدخلها عندي في الفرن الاول تحت الشوايه، اول ربع ساعه كده او 10 دقايق تحت الشوايه. عندي هنا الرز طلعته طبعا من تحت الشوايه بالشكل ده. اول ما حطيناه قلت لكم حطوه تحت الشوايه الاول قد 10 دقايق كده، وبعدين ولعوا الفرن وحطوه. هنا طبعا بعد ما خرجت من الفرن بالشكل ده هعمل كده بالمعلقه عشان اعمل فتحات في الصينيه، عشان لما انزل بالزبده بتاعتي تدخل في كل الرز. طبعا انا حاطه على الوش معلقتين قشطه زي ما انتوا شفتوا في الاول. هننزل كده بالزبده بتاعتنا ونمشيها كده على الصينيه كلها عشان تديكي طعم الحلو. هو الرز المعمر لازم يبقى الزبده بتاعته كتير عشان يديكي الطعم اللي انت عايزاه.